الكنافة باللحمة المفرومة زي الجلاش باللحمة المفرومة. هنعمل النهاردة صنف مالح بالكنافة. معايا مادة دهنية سمنة على زيت، واحطهم يسخنوا على البوتاجاز، واضيف اللحمة المفرومة تتشوح، وبعد كده اضيف البصل مقطعه صغير. البصل، اللحمة، الفلفل، اي كمية انت عايزاه. احنا بنقول المكونات والطريقة وانت تعملي براحتك اللي انت عايزاه. البصل حطيته يتشوح مع اللحمه، وهضيف الفلفل الاصفر المقطعه صغير زي البصل يتشوحوا مع بعض مع التقليب علشان خاطر ما يتحرقش منك. بياخدوا من نكهه بعض. هضيف الفلفل الاخضر والاحمر وياخدوا من نكهه بعض كلهم مع شويه توم. لو بتحبي التوم حطي توم، ولو شويه قرفه صغيرين ناعمين بيخلي ريحه العصاج جميل. شوية فلفل اسود وشوية ملح، وغطي ووطي وسيب العصاج يستوي براحته. الفلفل والبصل واللحمة لازم أن يكونوا مستوين تسوية كاملة، علشان الكنافة مش بتاخد وقت في التسوية. معلقة صلصة بتغير لون العصاج، بتخلي لونه حلو. وبعد كده الكنافة جايباها صبحة، مقطعيها، وهاتي الصينية ادهنيها سمنة ونص طبقة الكنافة، حطيها في الأرضية واكبسي حلو وشوية سمنة عليها. وبعد كده ضيفي العصاج. العصاج ما تجيبوهوش لحروف الصينية علشان ما يمسكش في حروف الصينية. العصاج تعملي في النص، واعملي حساب انك انت لما هتكبسي لسه بالكنافة هيطلع العصاج ناحية حروف الصينية. وجبنة موزاريلا وزيتون أسمر وأخضر. وبعد كده ضيفي نص كمية الكنافة الصبحة، ما هيش من الفريزر، وشوية السمنة فوق على الوش. انتي هتكبسيها حلو، بس خلي بالك من العصاج علشان خاطر ما يخرجش ويمسك في حروف الصينية. الفرن مولعاه، هتحط الكنافة تاخد نص تسوية وتخرجيها تسقيها التشريبة شوية لبن وشوية فلفل اسود، ورجعها الفرن تاني تستوي تكمل تسويتها وخرجيها. عايزاها تبقى مقرمشة ما تغطيهاش، عايزاها تبقى طرية غطيها وسيبيها تاخد البخار بتاعها تبقى طرية، وقطعيها يبقى طعمها جميل ولذيذة ما خدتش اي وقت. وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد.